هلا، أنا نازنين، ميك اب ارتست إيرانية، وهني بتتعلمون الميك اب بمستوى ميك اب ارتست. يلا نبدأ. أول شي أجهز الجفن للآي شادو بكونسيلر نارس رقم 01 وأوزعه ببيوتي بلاندر مبللة شوي. بعدين أثبته بكمية خفيفة من بودرة فيكس ماك. اليوم بستخدم بلية مورفي. أبدأ بالأخضر الفاتح على نص الجفن ولآخر العين. بعدين أحط الأبيض على بداية العين. وبالأخضر الغامق أغمق زاوية العين الخارجية شوي. بزاوية العين الخارجية أرسم آيلاينر عريض بالشادو العنابي. الآيلاينر استخدمت آيلاينر إنجلوت الكريمي. الفرشة اللي أستخدمها قديمة بس أحبها وايد لأن التحكم فيها أسهل بالنسبة لي. بفرشة صغيرة ومركزة أغمق نهاية الآيلاينر بالشادو العنابي. بعدها أحط شوي من اللون الكحلي على نفس المكان وأدمجه، يعطي عمق حلو ويخلي الأخضر يبان أوضح. بفرشة نظيفة أدمجوا الشادو زين. أستخدم الشادو الأصفر على نص الجفن وأدمجه زين. عشان طرف العين يطلع مرتب أنظفه بعود أذن عليه مسيلار ووتر. هالخطوة بسيطة بس تفرق وايد. استخدمت عدسات سولوتيكا باللون الأخضر. أكحل داخل العين بقلم أسود الظلماء من ماركة يول. بعد ما أخلص هالجزء من العين أروح للبشرة وبعدين أرجع أكمل العين. بهالطريقة الميك اب يطلع أنظف ومرتب أكثر. للبشرة استخدمت فاونديشن نارس بدرجة بيجي. لا تحطون كمية كبيرة من البداية، أبدأوا بشوي أدمجوا، وإذا احتجتوا زيدوا شوي شوي. للكونتور استخدمت من ماركة سيفورا. هالكريم يندمج على البشرة بسهولة ولونه يعطي الوجه دفن حلو. ضيفوا الكريم شوي شوي على الوجه عشان الكونتور ما يطلع كيكي ولا غامق بزيادة. أدمج الكونتور بفرشة دمج الوجه. دمجوا الكريم بمكانه ولا تسحبونه وايد عشان البشرة ما تصير غامقة ومطفية. تحت العين على الأنف والذقن استخدم كونسيلر نارس وأدمجه بهدوء بالبيوتي بلندر. لا تسحبون الكونسيلر كتير عشان الميك اب ما يتكتل.
بميني بيوتي بلندر أحط بودرة فيكس ماك تحت العين أول شي، وبعدها على باقي المناطق اللي تحتاج تثبيت. بعدين استخدم بودرة ماك رقم NC25 عشان أدمج خط الكونتور والكونسيلر تحت العين. تحت العين استخدم الشادو العنابي بفرشة قصيرة ومركزة. خلوا الكمية خفيفة عشان العين ما تطلع ثقيلة. بفرشة نظيفة ادمجوا شوي من الشادو تحت العين. على زاوية العين الداخلية أحط الأبيض، وفوقه شوي شيمر نايكا عشان العين تبين أفتح وأنعم. أرجع أرتب الآيلاينر مرة تانية وأرسم زاوية العين الداخلية بخط خفيف ودقيق. لا تستعجلون بهالخطوة لأنها تحتاج هدوء. بعدها أرتب الحواجب بمنتج حواجب أنستازيا وأرسمها بشكل شعيرات خفيفة عشان تطلع طبيعية أكثر. حاولوا ترسمون بس الأماكن الفاضية من الحاجب واللي فعلاً تحتاج تحديد. لا تكثرون المنتج ولا ترسمون الخطوط غامقة أو عريضة. للرموش السفلية أحط شوي ماسكارا. استخدموا رموش خفيفة ومريحة، وإذا عيونكم حساسة ضروري تستخدمون لاصق رموش ضد الحساسية. للخدود وعلى الأنف استخدمت بلاشر ديور يعطي الوجه لون ناعم ومنعش ويخلي اللوك أحلى. بعدها أحدد الشفايف بقلم، شفايف غامق ادمجه للداخل. فرشة نظيفة، لا تدمجونه كثير عشان شكل الشفايف يضل مرتب. في نص الشفايف حطيت شوي كونسيلر أبيض وفوقه روجة ري دي من بورجوا عشان الشفايف تبين مليانة وأحلى. وبس، هذا هو اللوك النهائي. أتمنى عجبكم، وإذا جربته قولوا لي شرايكم.